دكتورة حنان الحلبي رئيسة التيار النسائي، عايزين نعرف من حضرتك يعني في تصور حضرتك كده، هل مشكلة التحرش هل هي زادت بعد ثورة 25 من يناير أم قبل الثورة؟ أنا عندي تصور مختلف شوية إن التحرش دلوقتي بيستخدم كوسيلة سياسية للضغط السياسي، ما بقاش فكرة إن الشاب عايز كمان يتحرش ببنت، ده أحيانا أنا بعتبره من وجهة نظري ده خيانة عظمى ضد الوطن، لأن حضرتك بتستخدمه كوسيلة للضغط على المرأة عشان ما تخرجش، ده بتعتبره أنا بعتبره خيانة. مش شرط ان يكون التحرش المقصود منه، ودي الازمه الكبيره اللي احنا فيها، المقصود منه ان شاب عايز يتحرش ببنت، لا ده وصلت انها بقت وسيله للضغط على المراه لعدم الخروج، ودي ازمه كبيره دلوقتي موجوده. لكن اللي انا شفته واللي انا شفته في فضائيات وشفته في التلفزيون بصراحه انا الحدث نفسه كان بالنسبه لي فجيعه فعلا، ان كيف يصل بشباب مصري انه يفعل بامراه مصريه بالشكل ده، اي امرأة مهما كان نوعها، كيف يقوم بالاعتداء عليها؟ انا اعتبرت ده تمثيل بجسد امرأة حية، ففعلا ده تمثيل بجسد امرأة حية. تمام. طب دكتورة يعني عايزين نسمع حضرتك في وجهة نظر حضرتك او في تصور حضرتك ما هي اسباب يعني التحرش في الشارع المصري بالاخص؟ احنا عندنا مشاكل كتيرة، اولا ضغوط نفسية من الشباب، انا ما انكرش ان الشباب مظلوم كتير، شباب احنا خدنا فرصتنا واحنا في سنهم، احنا كنا بنخلص تعليمنا وبنتوظف ويبقى عندنا وظيفة، كم من شباب مصر بره في الشارع، كم من شباب مصر اتعلم واتثقف وخد دكتوراه وخد ماجستير، كم من شباب خد دورات وورش عمل وكله ده على امل واحد انه يلاقي وظيفة بسبب الشهادة دي او بسبب الدبلومة دي او بسبب الماجستير ده، وفي النتيجة انه برضه بيقعد في الشارع وبيقعد على القهوة، فده كله كبت. اولا مفيش اسرة، مفيش جواز، الشاب دلوقتي عنده 35 سنة مفيش فرصة للجواز لانه مفيش المادة اللي تعينه على ده، ولكن ده مش مبرر، احنا عايزين ثقافة دينية، ثقافة دينية احنا عارفين ده برضه. طيب دكتورة يعني في ظل الظروف ديت طبعا حضرتك افترضتي لينا يعني اسباب جميلة جدا، في وجهة نظر حضرتك برضو عايزين نعرف من حضرتك حلول يمكن سردها لحل تلك المشكلة. انا شايفة الفترة دي ان شاء الله والسيد رئيس الجمهورية اكيد هيعمل ده، انا متاكده منه، اكتر واحده حنان الحلبي بالذات متاكده من ده، لان انا توقعت الاحداث دي حتى انها تحصل وفعلا حصلت، فانا شايفه ان الفتره الجايه مكلف سياده الرئيس الجمهوريه مكلف باحتضان شباب مصر مهما كانت عيوبهم، نتغاضى عن اي عيوب للشباب ده ونحتضنه وناخد الجانب الحلو فيه ونعيده ونعيد صياغه الشاب المصري اللي احنا عايزينه بطريقتنا، الشاب اللي بيحافظ على العادات والتقاليد، الشاب مش معترض لانه عايز يعترض، الشاب معترض لانه عايز يظهر انه معترض وانه يبان على الساحه السياسيه، الشاب معترض عشان عايز يقول ان انا هنا ومحدش حاسس بيا، شاب معترض على حاجات كتيره بيعملها، الاعتراض مش من اجل الاعتراض زي ما بننتقد، لا الاعتراض علشان يبين ان انا موجود على الساحه دي، بس ما حدش بيعترف بوجودي، ودي حقيقه، فانا بقى اناشد الرئيس الجمهوريه انه يحتضن الشباب ده، وبقول مهما كانت عيوبه مهما كانت سلبياته هو يحتاج وقفه، واحنا كتيار نسائي عندنا عاملين برنامج كيف نساعد الشباب على العودة تاني للساحة الاجتماعية، لأن الشباب حتى ما افتقدش الساحة السياسية، الشباب كمان بعد نهائيا عن الحياة الاجتماعية. تمام. طيب دكتورة يعني حضرتك قولي لي كلمة توجهيها لكل شاب مصري في الشارع تقولي له ايه؟ التزم، سواء الديانات او مسيحية او اسلامية لا تنادي الا بالفضيلة، يجب ان الشباب يعودوا الى الثقافة الدينية، يجب ان يعودوا لعقيدتهم تاني، ده اهم حاجة، كيف نثقف الشباب ثقافة دينية بحتة حتى يعودوا مرة اخرى الى الفضيلة. طيب حضرتك دكتورة في يعني طبعا حضرتك علقتي او كما ذكرتي من قبل انه لا يجب تشديد العقوبة على المتحرش ولكن النظر في اسباب التحرش. تمام. طيب توجد بعض اللوائح التي يعني علقتموها يعني
بتطالب باعدام المتحرش، ما تعليق حضرتك على هذا؟ الحالة دي بالذات لا يمكن التنازل عنها، وانا قلت لحضرتك التعبير كان واضح جدا. التعبير اللي انا بقوله ما زلت بكرره ان ده كان تمثيل بجثة امرأة عارية حية، يعني ده تمثيل بجثة فعلا، البنت طلعت عارية، دي كارثة. فده اللي احنا بنقوله دلوقتي، ان ده مش عشان التحرش بس، ده عشان المنظر اللي وصلت بيه المرأة المصرية تهان بالشكل ده. وكمان انا من وجهة نظري ان ده موضوع ممنهج ومصر على التعبير ده، لان ده يستحق خيانة عظمى، ده لا يأخذ الا لقب خيانة عظمى. ما بالك من يمثل بجثة امرأة مصرية عارية، وما بالك من يخون الوطن ويقوم بعمل برنامج ممنهج لمصلحة سياسة لا يحق أن تستمر بهذه الصورة.